ان احيانا انت ممكن تبقى رايح مثلا مجلس و... وهتسمع نفس الكلام اللي انت سمعته قبل كده، او انا رايح درس وهقول كلام انا قلته قبل كده. مم. كنت بقول للشباب فكرة ان انت على قدر الافتقار وانت رايح الدرس، وان انت نفسك تسمع كلمة تقربك من ربنا، مم. وان انت رايح بنية طلب الهداية، مم. ان انت ممكن تسمع كلام انت سمعته قبل كده ويفتح عليك في فهم معاني، ويفتح عليك في العمل بالكلام ده، وانت ما وانت قبل كده سمعت الكلام ده مرة واتنين وتلاتة وما عملتش. مم. يعني الفكرة ان احنا هل كل حاجة احنا سمعناها قبل كده عملنا بيها؟ مم. يعني لا. تمام. فسبحان الله، انا حتى والله في ساعات مثلا ممكن اقول حديث قلته قبل كده مثلا 10 مرات، وفي المرة العاشرة دي يعني احس ان انا في معنى فتح عليا في الكلام، وفي معنى وقع في نفسي انا، انا ما كنتش واخد بالي منه. مم. كذلك اللي بيسمع، على قدر ان انا دلوقتي داخل الحلقة دي انا بسمع ليه؟ انا بسمع علشان يمكن اسمع كلمة، آية او حديث او كلمة من كلام العلماء ربنا سبحانه وتعالى ينفعني بيها. مم. وعلى قدر بقى الاستعداد اللي انا داخل ومصفي قلبي ومخلص لله سبحانه وتعالى في السماع ده، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك ويفتح كمان على المتكلم. وده كتير، وانت اكيد بتعدي عليك زي كده، ان انت تبقى مثلا رايح درس وفي دماغك انت تتكلم عن حاجة، تلاقي مثلا ايه في 10 دقايق ربع ساعة كده انت متأكد ان ده مثلا بيحصل معاك، مم. بتتكلم في موضوع انت مش محضره او حاجة، سبحان الله تلاقي الكلام بيجري على لسانك، مم. وكأن ده رزق، وربنا بيسوق الرزق ده اللي هو رزق القلوب بتاع الناس اللي قاعدين مم. على لسانك انت، من غير تحضير. فانا انا يعني انا اصلا وانا جاي سمعت حلقة من الحلقات اللي كنت عاملها زمان عن عن رمضان، عن الاستعداد لرمضان وعن فضل رمضان، مم. عشان يعني ايه اراجع على التحضير. وحسيت ان انا لا يعني هقول برضو نفس الكلام اللي انا بقوله كل سنة.